الرجاء يفتخرون وعشاق الخضراء يفتخرون ومن حقهم الافتخار. هذا الرجاء أول بطل في تاريخ الشامبيونز ليج 97، أول فريق إفريقي يلعب بالمونديال البرازيل 2000، أول فريق إفريقي أو عربي لعب الفاينل المونديال 2013 ضد البافاري بايرن، وأول فريق في إفريقيا يحقق اللقب خارج قارته كأس السوبر في الدوحة. هذه جملة من 4-5 أسباب يخلي الفريق الرجاوي يقول أنا في التاريخ يا كاتب التاريخ. الرجا بوكا دافريكا. الرجاء عنده ميزة، عنده امتياز ممكن الجمهور المغربي الرجاوي خاصة يعرفها، الجمهور العربي كله أنه الرجا البيضاوي من أحسن وأكثر الفرق التي تعود في المباريات. هذا الفريق لا يستسلم، هذا فريق بعقلية أوروبية ألمانية يلعبون لآخر دقائق. يقولون يعني الرجاء البيضاوي هو مزار كرة القدم المغربية، أما البقية فهم قارعي طبول. إي والله، أما البقية فهم قارعي طبول. عزيزي المتابع، هناك رسالة وصلتني من أحد الأصدقاء يقول: نحن أمة كتب علينا التحدي، وأمة كهذه يجب أن لا تنام. الله الله الله. الصورة الآن هي التي تتكلم، الصورة الآن عزيزي المتابع هي التي تتكلم. جمهور الرجاء البيضاوي صوتهم وأهازيجهم وغناؤهم ولونهم يرى ويسمع في أفريقيا كلها والعالم. إي والله، عندما تدخل إلى هذا الملعب تشعر كأنك في أمريكا اللاتينية. جمهور الرجاء جعل من عالم كرة القدم المغربية والإفريقية والعربية بغنائهم ورسوماتهم درسا في حياة البعض، درسا في حياة البعض. الصورة الآن تتكلم، الصورة الآن تضع عنوانا لنفسها.